ومعنا من عمان النائب في البرلمان الأردني وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السيد بسام المناصير. كذلك ينضم إلينا من دمشق الخبير الاستراتيجية الدكتور سليم حربة. أهلا بكم. أبدأ معك سيد المناصير. تسخين الجبهة الجنوبية ميدانيا هناك تحرك، وأيضا في الاتهامات يبرز الاتهام للسفير المبعد سفير سوريا من عمان بما يتعلق بهذه الجبهة وتسخين الحدود وغرفة عمليات إسرائيلية أمريكية سعودية وصولا لمنطقة عازلة. هذا الاتهام يحمل طابع خاص لأنه من سفير أبعد قبل يومين عن الأردن. كيف ترد المملكة؟ يعني أولا في واقع الأمر هذا الاتهام لا وجود له على أرض الواقع إطلاقا في الأردن، هو موجود فقط في ذهنية السفير المبعد من عمان. وإذا كان السفير على علم بهذه الأمور ولديه معلومات، أستغرب لماذا لم يتحدث عنها عندما كان موجود أو يناقش فيها، رغم أنه ناقش في أمور وتدخل في أمور أبعد وأكثر من ذلك وأخطر من ذلك بكثير. كان الأجدر بسليمان، أعتقد أنه لو كان هنالك شيء من هذا الواقع لتحدث به. ثم أن الأردن ليس بحاجة إلى هذا الموضوع إطلاقا، وأنت تعلمين والجميع يعلم أن الأردن رسميا نأى بنفسه وكان يقف على مسافة واحدة من الجميع الفرقاء في سوريا ولم يتدخل، وظل حتى منذ اليوم الأول حتى اليوم وهو يطالب بحل سياسي وحل سلمي لمشكلة سوريا. والأردن ينأى بنفسه دائما على الانزلاق في هذا الموضوع. هذا الموضوع ليس له أي وجود على الإطلاق إلا في ذهنية السفير، والأردن ليس بحاجة إطلاقا. الأردن ليس له مصلحة في سوريا مفككة، ليس له مصلحة في جار ضعيف، ليس له مصلحة في هذه الفوضى الخلاقة الذي سعى النظام إلى إيجادها. والمنطقة التي تحدث عنها ويحدث عنها السفير أصلا هي تحت سيطرة المعارضة، فلماذا ومع من يتحدث الأردن ومع من ينسق الأردن؟ مع جبهة النصرة، مع داعش، مع الجيش الحر؟ هذا الكلام بعيد عن الواقع إطلاقا وليس له وجود على أرض الواقع. ثم أن هذه المنطقة العازلة عندما كانت تتحدث عنها في بداية الأزمة كان الأردن من الرافضين لهذا الموضوع، ولأن هذا الموضوع يحتاج إلى تدخل أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس لنا مصلحة في أن نتدخل. ويجب أن يتم بموافقة النظام السوري على إقامة منطقة عازلة لإيواء مئات الآلاف من اللاجئين بدل أن يتحمل هذا العبء. وهذه النقطة المهمة جدا سيد المناصير، البحث ربما عن آليات أو أشكال أخرى، والكلام منسوب لرئيس الحكومة عبد الله أنصور لإعلان شمال الأردن منطقة منكوبة. سأعود إليك للتعليق على هذه النقطة وتحويلها ربما لمنطقة عازلة بالحصول على شرعية دولية لهذه المنطقة من خلال الباب الإنساني. لكن حتى نشرك معنا الدكتور سليم حربة، ما من مصلحة للأردن في قيام هذه المنطقة العازلة، ولا يريد الأردن من بداية الأزمة التصعيد، هكذا يقول السيد المناصير. والدعوة مفتوحة لسفير آخر، ليس شخص بهجة سليمان إنما سفير آخر. بداية مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين الأكارم. يعني دعيني أقول الواقع في الأردن غير الذي تفضل به ضيفك الكريم من الأردن. وعندما يقول أنه لا يوجد غرف عمليات ومقر قيادي للقوات الأمريكية في الأردن فهذا مجاف للحقيقة. هو موجود وفيه أكثر من 300 عنصر من الجيش الأمريكي ويقودون العمليات، والآن يشاركون بما يسمى مناورة الأسد المتأهب، والتي يشترك فيها 6000 جندي من الولايات المتحدة الأمريكية، وما تبقى 7000 يعني 13000 ما تبقى من 24 دولة، أي بمعنى هي مناورات أمريكية في الأردن. يعني الأردن يشترك ب 3000 والولايات المتحدة الأمريكية تشترك ب 6000، وخاصة أنها تركز جهودها على الحدود السورية الأردنية. لكن حقيقة الأمر دعيني أقول وأكون موضوعيا هنا، أنا أعتقد من خلال سياق الأزمة وسياق مواقف الأردن من بداية العدوان على سوريا إلى الآن، أنا أعتقد أن الحكومة الأردنية لم تستطع الثبات ولم تستطع الصمود أمام الضغوط الكبيرة سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أو السعودية. لذلك أنا أعتقد أنها لجأت إلى إبعاد السفير السوري كتصعيد سياسي وصولا إلى التصعيد الأمني العسكري، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أبقت الكثير من جنودها خلال 3 مناورات مضت من الأسد المتأهب، وتريد الإبقاء على قسم أكبر من هؤلاء الذين يشتركون الآن، وخاصة أنهم ينتمون إلى القوات البحرية
البحرية والجوية والبرية، وأكثر من 6000 كما قلت لك. والفرقة الأولى المدرعة الأمريكية التي اشتركت في احتلال العراق تنفذ هذه المناورات. هذا أمر. الأمر الثاني والمهم، ما هي مصلحة الأردن؟ أنا أقول بالمنطق المصالحي لا مصلحة للأردن، لا حكومة ولا شعبا بإقامة هذه المنطقة العازلة، لكنها حقيقة هي مصلحة أمريكية إسرائيلية. والسبب الأساسي الذي دعا إلى هذا التصعيد عدة مسائل. أولا، هناك معسكرات أصبح ثابتا، هناك معسكرات تدريب للمجاميع الإرهابية في الأردن، يعني بغض النظر عما يشاع أو يعلن على المستوى الرسمي الأردني. لكن نقطة التحول حقيقة كانت هي الاجتماع التي أقامته سوزان رايس وجون برينان مسؤول CIA الأمريكي ومحمد بن نايف ورئيس الاستخبارات الأردنية والتركية والقطرية والسعودية في شباط الماضي، ودعوا إلى تصعيد الجبهة الجنوبية وإقامة ما يسمى المنطقة العازلة، ووزعوا الأدوار، وتحديدا هذا مطلب إسرائيلي. لكن التطور النوعي الذي أتى من خلال هذا التصعيد وأعتقد أدى إلى أبعاد السفير هي عدة مسائل. أولا، العملية النوعية التي نفذها الجيش العربي السوري في نوى، وما تمثله نوى كما ورد في تقريركم من نقطة مفصلية تربط القنيطرة ودرعا بالأردن، وخاصة هذه المنطقة المفتاحية التي أرادت العصابات الإرهابية ومشغلها وتحديدا الكيان الإسرائيلي، لأن الكثير من القوات الخاصة الإسرائيلية كانت تقود العصابات الإرهابية في نوى، وتحديدا يعني ما يسمى جماعات باشان وجماعات كرميل الخاصة، والتي يعني عبرت عنها مواقع إسرائيلية كموقع ديبكا وصحيفة يدعوت أحرنوت أنها تشكل، أي العملية التي نفذها الجيش العربي السوري، قلقا كبيرا للأردن ولإسرائيل. ويجب أن تحشد الجهود الإسرائيلية الأردنية لإيقاف الجيش العربي السوري وعدم إتمام هذه العملية، لأنها تشكل عملية زلزالية كما حصل في يبرود بالنسبة للقلمون. أي بدأت مجاميع الإرهاب بالاندحار أمام الجيش العربي السوري في هذه المنطقة تحديدا، وبدأت أوهام الكيان الإسرائيلي تنهار، لأن نوى كان يراد ربطها كما ورد في تقريركم أيضا، ربطها بجاسم وإنخل وصولا إلى الحرة، وعزل المنطقة الجنوبية ريف درعا وريف القنيطرة وريف السويداء ومنعها من تنفيذ الاستحقاق الرئاسي. أي بمعنى هناك مؤشرات نقاط عديدة تحدثت عنها دكتور عسكرية ودستورية أيضا لمنع الاستحقاق الرئاسي وإحراج الدولة السورية في هذا الوقت الحرج، أي تهديد وربما الردع من منطلق الشك بالتهديد العسكري، وخاصة أن هناك مناورتين متوازيتين الآن، مناورة جينيفر كوبرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسد المتأهب في الأردن، ونقاط عديدة تحدثت عنها دكتور حربة، هي الأبرز فيها يعني التوقيت للعديد من الأمور التي حدثت مؤخرا. بالعودة إليك سيد المناصير، البحث عن آليات ربما لإتمام المنطقة العازلة ما لوح به رئيس الحكومة بما يتعلق أنه إعلان المنطقة الشمالية في الأردن منطقة منكوبة يعطي مسوق قانوني، وبالجغرافيا ستمتد لداخل سوريا وصولا إلى درعا، بما يتعلق بوجود المخيمات هناك والثقل الكبير على الأردن. سيدتي العزيزة، يعني هذه المنطقة العازلة لا وجود لها على أرض الواقع في ذهن الحكومة الأردنية ولا في غرفة العمليات المزعومة التي تحدث عنها ضيفك الكريم. وهذه الجماعات الإرهابية التي تحدث عنها هي صناعة سورية للفوضى الخلاقة، حتى يقول العالم إما أنا وإما هذه الجماعات المسلحة، وهي صناعة سورية. ونعرف كيف سوريا قد فتحت وشرعت أبوابها من باب الهوى حتى جاسم لدخول هذه الجماعات، وأطلق سراح المئات والألاف من السجناء من داعش ومن النصرة ومن الجبهة الإسلامية. لكن الأردن ليس له مصلحة في هذا، وهذه المناورة تحدث عنها هي حق لكل الدول. سوريا تقوم بمناورات، وإذا كان هنالك عسكريين أمريكيين في الأردن للاستفادة من خبراتهم في هذه المناورات، أيضا هنالك خبراء روس وخبراء إيرانيين ومقاتلين، أكثر من 57,000 مقاتل، وقد قتل بعضهم وأسر بعضهم الآخر، والأردن لم يتدخل في هذا الشأن. هذا شأن سوريا، الشأن الداخلي، تستعين بخبراء من روسيا، من إيران، من الصين، هي حرة في ذلك. طيب، لم تجبني على سؤالي سيد المناصير.
لم تجبني على سؤالي. راح اجيبك على سؤالك. تحدث عن دول مشاركه، نسي ان يقول ان هنالك الاف من الجنود العراقيين واللبنانيين ايضا مشاركين في هذه المناورات. هذه المناورات الاسد المتاهب منذ سنين طويله، ولكن يعني تماما كما يقول المثل العربي: الغريق يتشبث بقشه، ويحاول القاء اللوم وشماعه لفشله في التصدي لهذه الجماعات الارهابيه. منذ 3 سنوات ونصف النظام السوري يقاتل جماعات ارهابيه ولم ينتصر عليها. بعد 40 سنه من المقاومه والممانعه لا يستطيع ان يصل الى المطار. هذا ذنب النظام السوري وذنب الحكومه السوريه، وليس ذنب الاردن، ولا يجوز ان يعلق شماعته اخطاءه على شماعه الاخرين. اما بالنسبه لموضوع المنطقه العازله ورئيس الوزراء، الاردن تحمل عبء النظام السوري والدم الذي يجري في سوريا، ولحتى هذه اللحظه يستضيف اكثر من 1.5 مليون لاجئ في بلد بحجم الاردن وامكاناته وموارده الشحيحه وظروفه وموازنته المعروفه للعالم جميعا. تكلف حسب التقديرات العالميه 2015 يكلف اللجوء السوري الاردن 5 مليار دولار، بمعنى ان نصف موازنه الاردن ستصرف على اللاجئين السوريين. لماذا يتحمل الاردن هذا العبء؟ يفترض بالنظام السوري الذي هو امس الحاجه لخلق الاصدقاء يتفنن المسؤولين فيه كضيفك الكريم والسفير وشريف شحاده وغيرهم في صناعه الاعداء. الاردن يقف على مسافه واحده من الجميع، لا يرغب بالتدخل في هذه القضيه ولا ينزلق في هذا المستنقع، وينأى بنفسه منذ اليوم الأول وهو مستمر في ذلك. في الوقت الذي اصطفى فيه العالم والدول الإقليمية مع أو ضد، بقي الأردن يحافظ على علاقات طيبة مع النظام وسفارته تعمل. وعندما طرد السفير قلنا لهم على لسان وزير الخارجية وعلى لسان وزير الإعلام: استبدلوه، لأن القضية قضية شخص وليست قضية علاقة. لكن المشكلة في النظام السوري أنه يؤله الأشخاص، وهو الذي يقول إما الأسد أو إذن سيد المناصير إما هذا السفير وإما العلاقة، وهذا بكل الأحوال يعني يعتبر تدخل. بكل الأحوال موقف الأردن كان موقف رمادي لطالما وصف كذلك، يعني حل سياسي ويتعترف بالائتلاف كممثل شرعي. الملك دعا إلى تنحي الرئيس الأسد منذ بداية الأزمة، لكن هناك سعي جدي الآن لإعلان شمال الأردن منطقة منكوبة. هذا يعني يحتاج إلى توغل أمني سياسي وعسكري لحماية هذه المناطق أو المنطقة. سيدتي العزيزة، نحن نتحدث عن شمال الأردن ولا نتحدث عن جنوب سوريا. شمال الأردن منطقة منكوبة تماما. لماذا؟ شمال الأردن يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، وهو على حساب الخدمات، على حساب الصحة، على حساب المياه. نحن ثالث أفقر بلد في العالم في المياه، وأقيمت مخيمات على حوض مائي الوحيد في الأردن الذي يشرب منه الأردنيون. وبالتالي نحن اعتبرنا منطقة شمال الأردن منطقة منكوبة، لأن الناس في شمال الأردن ذاقوا ذرعا بهذا الوضع، وأيضا تأثرت لقمة العيش. حتى عامل النظافة في الشارع أصبح حل محله العامل السوري. المواطن الأردني الآن يعاني من بطالة، يعاني من فقر، يعاني من جوع. بدل ما أن يقول النظام السوري ورجاله، بدل أن يقول الأردن شكرا لكم لأنكم استضفتم 1.5 مليون لاجئ سوري، نعاقب بهذه الطريقة وننعت بالخيانة وننعت هذه يعني هذا أمر مجاف للحقيقة والواقع. يعني سيد بسام المناصير عضو مجلس النواب الأردني، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من عمان.